وطبعا كل الأسباب دي وحالات القتل بغض النظر عن الطقوس الشيطانية اللي كانت آن بتعملها، اللي هي طقوس عبدة الشيطان، كفيلة إنها تخلي القصر مسكون. طبعا ظهر كتير من القصص اللي صعب نحدد الحقيقي فيها من الخيال، وعدد كبير من الكتاب والمؤلفين ألفوا كتب عن الرعب الخاص بقصر بارون، ده غير الأفلام الوثائقية والفنية اللي أخدت قصة القصر، لدرجة إن قصة قصر بارون مش منتشرة في مصر والدول العربية بس، دي انتشرت في العالم كله، وتم اكتشاف إن في مجموعة من الناس بيتسللوا ويدخلوا القصر ويعملوا حفلات لعبادة الشيطان جوه القصر، وقدرت الشرطة إنها تقبض عليهم، ومن بعدها وفرت الحكومة بالتعاون مع الهيئات الخاصة بالآثار حراسة مشددة للقصر. وأخيرا سنة 2017 بدأ ترميم القصر بتكلفة وصلت ل100 مليون جنيه، وتم الافتتاح رسميا للجمهور سنة 2020، ويعتبر القصر دلوقتي من أهم المزارات السياحية. ودي كانت حكاية قصر بارون. لو وصلت معايا لحد هنا فأنا بشكرك، اثبت نفسك بلايك وكومنت، ولو لسه مشتركتش في القناة مستني ايه؟ انزل دلوقتي اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانزل اكتبلي من وجهة نظرك، هل فعلا القصر مسكون ولا دي كلها مجرد اوهام؟ واستناني الجمعة الجاية بإذن الله في حلقة جديدة، وسلام يا أبطال.